التيكت حقها كام؟ 324 مليون دولار. ده المبلغ ده هيكسبه نفر واحد بس. وبعدين بتختار النوع، عندهم الكوكاكولا العاديه، الكوكا دايت، في ماشين خاصه بالبيتكوين بس، تقدر من خلالها انك تشتري تبيع بيتكوين. انت كشخص لو عندك عربيه ورحت بنزين او تحط بنزين، بالنسبه لك بتخش تقول للراجل حط لي بكذا وخلاص، الموضوع بيعدي يعني، ما بتبقاش فكره كبيره بالنسبه لك. ولكن في امريكا هنا الموضوع مختلف، ان مروحك للبنزين او انت رايح تحط بنزين دي تجربه لوحدها، من اول انك تحط بنزين، تمسح ازاز، تملى كاوتش العجل، كله بتعمله بنفسك، وتنظف العربيه من جوه، كذا حاجه وفي كذا مليون حاجه تقدر انك تعملها في البنزينه. في الفيديو ده هروح البنزينات اللي انا بحبها، اوريك ايه الخدمات اللي هي بتقدمها وشكلها ودنيتها وايه كده. اول بنزينه معانا بقى واسمها اللي ورايا دي كويك تريب، ودي يعتبر من احسن البنزينات اللي انا بحب اصلا احط بنزين فيها، وكمان اشتري منها حاجات جوه اللي احنا هنخش ونشوفها. بس اول حاجه عايز اوريكم ازاي تبنزل. طبعا البنزينه دي يحطوا عليها كيس، فالكيس ده معناه ان هي مش شغاله، ولكن انا مش عايز احط فعادي. بس اوريكم هنا ان انت اللي بتحط البنزين لنفسك، يعني انت لو عايز تحط البنزين انت اللي بتجيب البامب وبتختار 87 89 93، عايز تدفع كارت بتدفع هنا، لو عايز تدفع كاش تقول لها القيمه جوه وهي بتحولها دايركت على الماشين. عايز مثلا تمسح مناديل، تمسح ازاز العربيه بتاعتك بالميه، كل خدمه انت هتخدم نفسك بنفسك موضوع البنزين، وانت اللي هتحط البنزين بنفسك وتعمل كل حاجه لعربيتك بنفسك من غير ما حد يسالك عن تب او حد يقول لك خدمه باب واحد بتاع مناديل. كل الكلام ده انساه، دي انت حاجه بتعملها تجربه، انت بتعيش التجربه كامله بتاعت العربيه. تعالوا بقى نخش جوه اوريكم شكلها عامل جوه ازاي. بس عايز اوريكم دي ان هم عايزين ناس يشتغلوا على طول، كل البنزينات عايزين ناس يشتغلوا فول تايم، بارت تايم، عايزين مانجرز، عايزين كل حاجه. ف شغلانتهم حلوه يعني، ولكن متعبه شويه، بحب الشغل البنزين وكده. فتعالوا نخش. طبعا حاطين الميه بره هنا، ولكن ما حدش، الموضوع في مليان كاميرات، فما حدش اصلا هتلاقيه بيسرق حاجه. وشايفين هنا بيقول لك ايه؟ المدير المساعد بيعمل 59,000 دولار، هو يعني سنويا ده في السنه. طبعا حاطين برضه الميه هنا والكلام ده كله، ودي حجم البامبس اللي هم بيعملوا لها سيرف. كل دي حاجات متوفره من البنزين. تعالوا نخش جوه اوريكم الشكل. طبعا زي ما انتم شايفين البنزينه بس ما شاء الله كبيره، فيها كل حاجه. على سبيل المثال لو عايز اي نوع قهوه هنا انا بلاقيه، كل حاجه، سواء هات اللي هو السكر، سواء الساقع، سواء اي حاجه بتلاقيها. ده البومب السكشن ده تبع المشاريب اللي هي البيبسي، الكوكاكولا، كل الكلام ده فيه هنا. ودي الحاجات اللي بتخدم على القهوه نفسها والكلام ده. برضه هنا دي ثلاجات تبع مشروبات الطاقه والشاي، برضه ده قسم في الكلام ده اللي هو مجمد مشروب الطاقه. ما اعرفش ايه فايدته الصراحه، ما اعرفش بيعمل ايه، بس هو ده المشروب. الحاجه بقى اللي انا بحبها في كويك تريب وتبان ان هي اكل شوارع شويه، لكن انا بحب اكلهم قوي. تعالوا اوريكم اكله. عندهم سندوتشات هوت دوج، كل الحاجات دي تقدر طعمها جامد، ولكن في طبعا في منها بيبقى فيه خنازير والكلام ده كله، فيبعد عنه زي الايج رول اللي فيها خنازير. ولكن اللي انا بعشقها هي دي الفراخ، البافلو تشيكن بايت وذ تشيز. بجيب اتنين واغرقهم في الدب بتاع التشيز، حاجه روعه. ولكن مع دي بقى هم عندهم مطبخ كامل ليهم هم. المطبخ اللي هناك ده اسمه كيوتي كيتشن، خاص بكل حاجه تبع الاكل. انت عارف لما بحب بقى ادب شويه واكتر في الكالوريز والكلام ده كله، بجيب يبقى عندهم في الفطار طبق بيض ده بعشقه، يبقى فيه منه اشكال كتير والكلام ده كله بيض. في برضو عندهم تبع اللانش، انا طبعا بسيبني من كل ده، ساعات بجيب ماكن تشيز دي والجريلد تشيز اللي هو مش موجود عندهم دلوقتي، ولكن بيبقى ايه، 2 توست وعليهم جبنه ونوع لحمه والكلام ده كله. طبعا دي الثلاجات بقى فيها جميع انواع الحاجات اللي انت عايزها. وعشان كده انا بقول لك البنزينه مش مجرد بنزينه، بتبقى جوه عامله زي اون ذا رن. انا ما رحتش اون ذا رن قبل كده، ولكن عارف ان هو بيبقى فيها نفس الحاجات ونفس الخدمات. انت تقدر تشتري وتبضع، حتى الناس اللي هم في طرق السفر والكلام ده كله بيقفوا هنا ويبداوا ان هم يبضعوا عشان ايه، يكملوا سفر والكلام ده. يعني واحد مسافر مثلا من تينيسي لولايه ثانيه ووقف في تكساس، فيقف واحده من كويك تريب ويجيب الحاجات اللي هو عايزها ويحط بنزين وكل الكلام ده كله. طبعا ده قسم البيره، فايه مالناش دعوه بيه، ربنا يبعدنا عنه. بس زائد بقى شويه شيبسيات وكاراتيات كده. دي ايه ملخص البنزينه دي. انا بحب البنزينه دي، واكتر سبب انا بحبيها ومخليها في المركز الاول بالنسبه لي كعمر هي فكره المطبخ او الكيتشن اللي جوه، اللي انت بتخليه تقدر تاكل واكلهم حلو وجميل والدنيا زي الفل. تاني بنزينه معانا وهي 7-11. طبعا دي اشهر من نار على العالم هنا في امريكا، يعتبر موجوده في كل مكان، في كل الولايات، في كل حته. والمميز في البنزينه دي انها على طول فاضيه. يعني انا يوم ما احب اروح بنزينه فاضيه رايقه فيهاش حاجه، بتلاقوا دايما مفيش، البومبس كلها فاضيه وكمان جوه فاضي. تاني حاجه ان الاسعار اللي جوه اللي احنا هنخش نشوفها دلوقتي بتبقى ارخص من اي بنزينه ثانيه، ما عدا البنزين ذات نفسه. يعني البنزين بتاع كويك تريب معروف انه بيبقى ارخص من اي بنزينه ثانيه، ولكن الاسعار والمنتجات الحاجات اللي جوه هي بتبقى ارخص من اي بنزينه ثانيه في 7-11. زائد اكلهم رخيص ولكن جودته مش حلوه، عشان كده ما بحبوش. تعالوا نخش. طبعا دي الدخله تحسوها اصغر سنه من الكيو تي، يعني بالنسبه للحجم لو انتوا شفتوا حجمها، الحجم ده بص كيو تي كانت
مرحله ثانيه، حلم ثاني. طبعا عندهم نفس الحاجات ولكن عايز اوريكم المختلف عنها. عندهم نفس الحاجات باسعار قليله سن، نفس برضو الثلاجات ولكن بشكل ارخص. ولكن عايز اوريكم الاكل اهم حاجه. طبعا ده الاكل جودته بتبقى يعني جودته بتبقى اقل بكتير من كيوت كتير، هتلاقيه دايما اصلا مش مباع او مش كتير، ولكن يعني بجوده احسن يعني. Hey, I'm just making video about the comparing between gas stations, so no problems at all. Thank you. بس وكمان كل البنزينات برضو بيبقى فيها موضوع الاي تي ام، ان انت ممكن تسحب باي بنك تسحب منه ايه حوار الكاش وكده. ولكن انا اي بنزينه جنب الكويك تريب ما بتبقاش حاجه بالنسبه لي، فزي الفل. ثالث بنزينه بقى وهي بنزينتين في بنزينه، انا عشان ما اكذبش عليكم، هو البنزين اللي بيقدمه لنا فاليرو زي ما انتم شايفين، اسمها فاليرو. ولكن المكان ذات نفسه سيركل كي، اكيد مشهور كلنا عندنا. واصلا من الحاجات اللي مشهوره على سيركل كي انه دايما تحت كوبري، سواء في مصر او في امريكا تلاقيه دايما تحت الكوبري. شايفين الكوبري هناك اهو وسيركل كي اهو. سبحان الله بحس دايما ان سيركل كي بيختار الاماكن لما يحب يعمل بنزين يقول لك تمام شوف لي كده اي كوبري وخد لي مكان جنبه واعمل ايه بنزينه فيه. ولكن في مصر بحس ان سيركل كي واخده قيمه كبيره جدا، يعني سيركل كي دي بالنسبه لنا خروجه، تحسها في مصر كده حاجه قيمه. ولكن هنا من يعني بنزينه عاديه مش حاجه يعني، مش كيوتي بالنسبه لي احسن منها طبعا. فتعالوا برضه نخش نشوف شكلها عامل ازاي من جوه. قبل ما نخش عندهم هنا ماشين بتاعه الافلام، انك تختار الافلام اللي لسه نازله وكده. عندهم الافلام هنا طبعا افلام التورنت، واللي احنا نتفرج على افلام مسروقه من اي جي بيست والكلام ده كله ممنوع هنا. فعشان تتفرج على الفيلم لازم ايه تشتريه، لازم ايه تظبط حالك وكده. عندهم برضو الخشب، بالنسبه لهم برضو الخشب هنا مهم عشان الشتاء وكده، بس الشتاء خلص فايه البضاعه دي هتفضل موجوده كده كده. برضو في حاجه مشهوره في كل البنزينات اللي هم بيبيعوا تيكت اللوتري. انتوا شايفين تيكت حقها كام؟ 324 مليون دولار. ده حق التيكت، واحد بس هيكسب كل المبلغ ده. وفي طبعا شركه ثانيه برضو بتقدم 260 مليون تبع تكساس لوتري ميجا مليونز. ده المبلغ ده هيكسبه نفر واحد بس، طبعا نسبه انك تكسبه واحد في المليار، واحد في ال100 مليار ايا يكن. فدي برضو من الحاجات المشهوره انك بتدفعها بدولار 2 وكل شهر كده واحد بيكسب موضوع اللوتري. تعرف بالنسبه برضو حجم البنزينه فطبعا كيو تي من غير مقارنه دي طبعا بنزينه صغيره، ولكن البنزينه دي بحبها، احسها نظيفه سنه، يعني المعامله فيها نظيفه، عندهم خدمات احسن. حتى في البنزين اللي بره هبقى اوريك وانت شفتها اوريدي، بيلبسوك جوانتي عشان تمسك البامب زي الهاند سانيتايزر عشان بعد ما تخلص ايه تنظف الكلام ده كله. ولكن عندهم نفس الحاجات بالظبط، نفس انواع الاكل، نفس التذاكر اللوتري اللي هنا اهي. دي برضو تذاكر اللوتري هي مواعيدها والتلفزيون بتتنقل امتى والنتيجه هتطلع امتى وكل الكلام ده. بص بيقول لك هنا 200 دولار كاش. اسماء بقى العاب كتير طبعا، دي قمار وحاجات طبعا انا مالناش دعوه بيها احنا كمسلمين، انها هي فيها قمار اكتر، والفلوس اللي انت هتكسبها اصلا هتبقى ايه حرام كده كده، فبلاها احسن يعني. برضه سيركل كي عندهم برضه الماشين دي طبعا مش موجوده في اي حته، موجوده في حتت معينه وهي موجوده اكتر في سيركل كي، وهي ماشين الكوكاكولا. انك ايه بقى عندك جميع انواع المشروبات في ماشين واحده، بتحط كوبايه هنا بتنزل الايس ده بالمنظر اللي انتوا شايفينه هنا، بتدوس على دي تنزل التلج زي ما انتوا شفتوا، وبعدين بتختار النوع. عندهم الكوكاكولا العاديه، الكوكا دايت، الفانتا بجميع انواعها، السبرايت بجميع انواعها، يعني عندهم كل الانواع اللي انت عايزها بتختاره وبتنزل لك الماشين من هنا، تدوس هنا من اللي انت اخترته وايه ينزل لك المشروب. فدي حاجات بلاقيها دايما في سيركل كي، الماشين دي دايما بلاقيها في سيركل كي. ووينج ستوب ده مطعم تاني برضو بتاع فراخ وكده. ولكن نصيحه مني، انا جربت القهوه بتاعتهم قبل كده زي اللي مش عايز اقول اللفظ، ولكن يعني وحشه جدا جدا جدا، بحسها من النوع الرديء جدا 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 في القهوه. يوتي تديها بالجزمه الصراحه، ابعدوا عن القهوه. هي ماشين الكوكاكولا دي جامده جدا كفايه عليها. قبل ما نمشي برضو لقيت ماشين البيتكوين، دي ماشين خاصه بالبيتكوين بس، تقدر من خلالها انك تشتري تبيع بيتكوين، اي حاجه انت عايزها بخصوص البيتكوين تقدر تعمله ايه في الماشين ده، لان هنا الموضوع قانوني، هما بيحاولوا يخلوه قانوني وبيحاولوا ايه زي ما بيقولوا يحتضنوا الموضوع عشان ما يكبرش يبقى ايه حاجه كبيره بره الدولار والكلام ده كله. اخر بنزينه معانا بقى وهي كوسكو، البنزينه الخاصه بكوسكو. كوسكو ده احنا كنا اتكلمنا عليه في فيديو لوحده اللي هو المبنى اللي هناك ده، وكوسكو كنا اتكلمنا عليه لوحده اصلا وعملنا فيديو ليه لوحده مع اللي هو المقارنه بينه وبين وول مارت، بقى اشوفه بعد الفيديو ده باذن الله. وميزه بقى البنزينه دي ان انت طالما معاك الممبر شيب اللي احنا برضه اتكلمنا عليه في الفيديو اللي فات بتاعه كوسكو السوبر ماركت اللي بالجمله ده، تقدر كمان انك تبنزل في البنزينه بتاعتهم. والميزه بتاعت البنزين بتاعهم ان هو بيبقى ارخص سنه من البنزين الثاني، يعني وليكن مثلا البنزين بره ب 3 دولار 27 سنت، هنا مثلا بيبقى ب 3 دولار، فبيبقى في فرق سعر مناسب بايه بيخليك ايه توفر فلوس. ولكن طبعا العيوب ان هي مش موجوده كتير، يعني موجوده واحده مثلا في كل 10 20 مايل، فعشان تروح لها تبقى بعيده شويه، فلو انت ساكن جنبها بتبقى انت ايه محظوظ اصلا. المشكله على طول انها بتبقى زحمه، يعني البنزينه دايما زحمه لان كل الناس اللي بيبقوا عايشين حوالين المنطقه بيجوا يبنزنوا فيها عشان ايه يوفروا الفلوس والكلام ده كله. في الاخر مثلا لو بيبنزل ب 50 دولار في اي بنزينه هتلاقينا بيبنزل مثلا ب 45 40 دولار، فبتفرق مع 10 دولار في كل ايه مره يحط بنزين والكلام ده كله. بس برده من عيوب البنزينه دي برده انها على اساس ان هي رخيصه وكده طبعا، ولكن عيوبها ان هي برده ما فيهاش سوبر ماركت او زي ما شفنا في فاليرو مثلا وسيركل كي مكان تقدر تتبضع منه تشتري منه الحاجه اللي انت عايزها والكلام ده كله. ولكن زي ما انتم شايفين على طول زحمه، يبقى في صفوف وناس ملتزمه كده واقفه في صف وبتاع عشان ايه
كل واحد يخش في دوره والكلام ده كله. بس دي يعتبر كده البنزينات اللي انا بحب اروحها واللي انا شايفها فيها حاجات كويسه والكلام ده كله. ما تنساش بقى انك تعمل لايك سبسكرايب للقناه، وعايز افكار انزل تحت قول لي افكار تكون اقدر ان انا اعملها، وكمان قول لي رايك في الفيديو لاني بقرا كل الكومنتات وبستمتع جدا جدا وانا بسمع رايكم في اي فيديو بعمله. وباذن الله اشوفكم في الفيديو الجاي. يلا السلام عليكم. علي المايك واعمل لايك رحت عند الشاذلي لبسني اديداس والنايك الاوفر سايز كله متاح رحت عند الشاذلي يا خلاوي تعالى